يعني شو طالع بالايد؟ اتركها يا امي، والله مو جايب همها، بكره الله بيبعث لك احسن منها. ان شاء الله عم حاول، بس انت بتعرفي انا بحبها من زمان، ليش هيك عم بتساوي معي ما بعرف. شوفي شو صاير؟ ليش ما حدا عم يخبرني شو صاير بالبيت؟ ضروري انا اسال؟ ولا شيء، هيك شغله صغيره صايره مع ابنك، لا تشغل بالك، شغله بسيطه بسيطه لا معقده ولا شيء. شوفي يابا، احكي شو مساوي؟ ما في شيء، بسيطه ان شاء الله. حبيبتي السابقه يلي كنت بدي اخطبها بعتيت لي كم رسالة واتساب ومزعوج منها، ما بعرف كيف بدي حلها. شو هي الرسائل؟ اللي اياها لشوف، انا بحل لك اياها. قال شوف جهاد، انت شاب ما في منك والف بنت بتتمناك، بس نحن ما فينا نكمل مع بعض. طيب ابعت لها رسالة، إلها وضحي لي الصورة، ليش ما بدك ياني؟ نوريني. حاضر. وصلتها الرسالة وشافتها، الله يكسر اسنانها ان شاء الله على اللي بتعمله بها الصبي. تفي عليها، ردت نحن ما فينا نكمل مع بعض وبس، ما فيني اشرح لك اكثر من هيك، وبصراحة الموضوع كله بسببك لأنك ما بتهتم بحالك ومو جنتل. شوف بنت الخرا، شوف قال ما بهتم بحاله ومو جنتل، على أساس إنه هي بنت هوفن كلها كاريزما وأناقة وجمال. خرا عليها خرا، عليم الله لو إنها قدامي كنت كسرت عظامها. له يا بنت الكلاب له، أنا ابني مو مرتب ومو جنتل؟ ابعت لها رسالة امسح فيها الأرض وزيدها حبتين كمان، ورجيها انك ما بتتحمل الغلط. روح، لازم تبعت لها شرشحة تمسح فيها الأرض لبنت الكلاب، يلعن أبوها عابو اللي خلفوها. خلي رسالتك تبكي الحجار، خليها تتربى. ماشي أنا برجيها الحمارة. حبيبتي الله يخليكي، خليني أشوفك وأشرح لك موقفي، لا تساوي فيني هيك، أنت بتعرفي قديش بحبك.